حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عملنا بقى البسبوسة الجميلة دي، كنت عملتها قبل كده معاكم، ودي بسبوسة العادية التقليدية بتاعتنا، يعني سهلة جدا لأي حد مبتدئ. هقول لكم طريقتها على طول. انت بتجيبي كيس بسبوسة وتحطي عليه كوباية زبادي وشوية لبن صغيرين وربع كوباية سمنة، وتقلبيهم على بعض مع معلقتين بيكنج باودر. بس كده خلص الكلام. هتفرديها بقى في صينية مدهونة بسمنة وتحطيها في الفرنة وتزينيها بسوداني زي ما انتوا شايفين كده. النهاردة بقى هنعمل وصفة لذيذة عسولة كده زيكم. شكل بقى تاني كده، شكل بقى ينفع للعزومات، وطبعا دي برضه حلوة للعزومات، بس هنعمل بقى حاجة كده لذوذة كده جميلة جدا. هنجيب كده ورق جلاش، وهنمسك كده كل ورقتين هنحط فيهم بينهم طبقة سمنة. تمام. وهي البسبوسة هنحشيها بقى بالبسبوسة، يعني هنجيب الورقتين وهنحشي الجلاش بالبسبوسة. عملنا المحشي اول يوم، فحبينا نعمل برضو محشي بس حلويات. هتجيبي الورقتين كده خفيف كده جميلة. تمام. وهنشيل كده على جنب. ونمسك كده طبق فيه سمنة، يفضل ان تبقى سمنة مش سايحة، عشان بس ما تقعدش تقع مننا. خليها كده متماسكة كده، ونفردها كده في الورقة بالشكل الجميل ده. الشكل النهائي تحفة بجد، كده حاجة كده لذوذة كده، وحاجة عسلية وتنفع في المناسبات والعزومات كده، حاجة تشرفك بجد. هنرجع بقى كده الورقة عليها، ونعمل بالناحية التانية اللي ما اتعملتش سمنة برضو، عشان تبقى مقرمشة كده ومورقة وحاجة كده جميلة جدا. من كده بالناحية التانية كده زي ما انتوا شايفين. وقولولي بقى عملتوا ايه حلويات اول يوم. تعليقاتكم على فكرة بتبسطني جدا وبتساعدني، ولايكاتكم، وبجد نفسي القناة تكبر بيكم. هنجيب بقى كده قطع البسبوسة ونلفها في الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابة تقطعيها اصغر من كده، حابة تخلي الصباع ارفع، براحتك، يعني زي ما تحبي. الشكل اللي انت عايزاه هو انت هتحكمي فيه. حطينا كده رصينا البسبوسة، هنلف بقى كده الجلاش عليها، نخلي كده صوابع. سهلة اوي وبسيطة لعلمك، ومش خدت اي وقت خالص، يعني كل بساطة. البسبوسة اصلا متاخدش وقت، وكمان الطريقة دي جلاش بالبسبوسة حاجة كده تحفة، رول كده جميلة. هنجيب كده صينية هنا سمنة، وهنفرد عليها كده صابع الجلاش اللي محشية بسبوسة. بالشكل ده. بس هتسيبي فراغ بسيط بين كل واحدة والتانية واختها، بحيث ما تتحمر وتبقى متحمرة من كل الجوانب. هنا بقى احنا حطينا كل الصوابع بالطريقة اللي انا قلتها لكم. تمام. بالشكل ده. هتقطعيها بقى، حابة تقطعيها سمبوكسة ماشي، حابة تقطعيها مربعات تمام. انا حابة بصراحة اقطعها كده مربعات صغنططة. بس الاول هندهن كده، متغاضنش في الكلام، هندهنها الاول طبقة سمنة من فوق، تبقى محمرة كده ومقرمشة وحاجة كده لذوذة كده وعسلية خالص. ندهنها كده. رمضان بيحب الحلويات وبيحب العصاير، وبصوا هظبطكم. حطينا بقى السمنة كده في كل الجوانب، متسيبيش فتفوتة غير لما نحط لها سمنة، ولا حتة قد كده. عشان كلها تبقى متورقة كده وزي العسل. قطعي بقى كده بالشكل الجميل ده. بصوا كده. حابة بقى تقطعي زي ما انت عايزة، قطعي الشكل اللي يعجبك.
بصوا كده احنا قطعناها كلها اهو. هنحطها بقى في الفرن تدي وش كده تحمير. طبعا هي مستويه، البسبوسه مستويه معانا. ايوه. فهتدي بس وش تحمير كده جميل بالشكل الجميل العسولة ده. نجيب بقى شوكولاتة كده ونسيحها على البخار. طبعا قبل ما نجيب الشوكولاتة نحط العسل على خفيف جدا، لان البسبوسة فيها عسل برضو شربات. ايوه. فعشان متبقاش مسكرة قوي، على خفيف بس كده نطعمها خفيف. بس جبنا بقى الصوابع كده حطيناها، هي طبعا سليمة لان لو قطعناها دلوقتي مش هنعرف نزينها حلو. فاحنا بس ايه، بس هو بالشكل اللذيذ ده كده تمام. لقينا الطبق بتاعنا بقى صغير فجبنا طبق اكبر. هنجيب بقى الشوكولاته كده نحطها في كيس حلواني او في كيس. نحط. اه ده ابني بيحب يرخم عليا جدا. نجيب كده الشوكولاته ونمشي كده زجزاج بالشكل ده كده حلو جدا. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم بصراحه الطعم رهيب، والشكل كمان عسليه خالص، يعني حاجه كده تشرف. هنجيب بقى كده كل الجلاش بتاعنا تمام، وهننزل عليه كده بالشوكولاته. بصراحه انا مش عارفه ايه اللي بيضحك يعني، فهو ربنا يبسطه. هننزل كده بالشوكولاته كده بالشكل ده العسليه خالص واللذيذ خالص ده. يا رب يكون الطريقه عجبتكم والشكل عجبكم. بجد بجد طريقه تشرفك، حاجه كده لذيذه قوي. نمسك كده بقى نقطع كده جزء، قطع جزء كده. بصوا لذيذه قوي. بصوا من جوه كده محشيه بسبوسه ومن بره كده جلاش وشوكولاته، حاجه كده من الاخر، حاجه كده توديكي بصي في حته تانية خالص. بجد حلوه قوي قوي قوي. بصي ابني بقى خطفها من ايدي وبيستطعم طبعا كده بجد جميل قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو اول مره تشوفوني اشتراك ولايك ولايكات كتير وتعليقاتكم بصراحه بتساعدني جدا. حلو جميل يا ملك. هو بقى اللي ده يا جماعه، هو بسجل دلوقتي الفيديو، فهو بصوا بجد من الاخر جربوه هيعجبكم جدا، تحفه. اشوفوا وشكم على خير، رمضان كريم عليكم وعلى الامه العربيه كلها جدا يا ماما، حلو قوي.